هلا والله بالجميع، تعالوا معي نشوف ايش صار على البي ام دبليو من بعد ما وقفت علي لأول مرة من بعد ما امتلكت هذه السيارة. السالفة ما فيها، كنت الصبح رايح للدوام وإلا فجأة تظهر لي علامة ماي الراديتر اللي ما ظهرت معي من قرابة سنة. دون سابق انذار أشوف عداد الحرارة واصل على الآخر، ولاحظت نفس الدخان الخفيف طالع من تحت غطا الماكينة. وأول ما فتحت البونيت لاحظت أن الدخان يطلع من صوب الانتيك مانيفولد، واصحاب الاي 46 يعرفوا ايش صاير هنا بالضبط. فوقتها ما كان عندي اي حل لهذه المشكله غير اني اوقف السياره في مكان امن واروح لدوامي وارجع اشيل السياره المساء لما تكون الشوارع فاضيه. في اليوم اللي بعده بديت الشغل على السيارة لأني شاك في البيبات اللي يجين عند الانتيك مانيفولد اللي يمشي فيه الماي الراديتر. أصحاب الاي 46 يعرفوا ايش أقصد بالضبط، ولكن للأسف وقفني هذه الكليبات اللي ما عرفت كيف أشيلهن ولا حصلت حد يشرح كيف ممكن أشيلهن. فعلى طول اتصلت برافعة عشان تجي تشيل السيارة وتوديها لأقرب جراج ويصلحوا هذه المشكلة اللي فيها، لأني أحتاجها في أسرع وقت. طلع نفس ما متوقع بالضبط، اللي هم بيبات الراديتر اللي تحت الانتيك مانيفولد واحد منهم كان مخترب، فغيرتهم هم الاثنين، وغيرت كذلك زيت المحرك مع الفلتر، واخيرا ماي الراديتر ركبت ماي جديد. واخيرا جهزت السياره ورحت استلمها، وصراحه كنت متخوف كثير من موضوع الحراره اذا خرب شيء في هد الماكينه ولا لا، ولكن الحمد لله ما كان في اي ملاحظات، وهذا انا راجع البيت وانا مستانس. ورجعت كل الامور نفس ما كانت قبل، واستخدمت السياره حاليا 3 أسابيع وما عندي اي ملاحظات الحمد لله.